ايه هي عملية المامي ميك اوفر؟ طبعا قبل ما نتكلم عنها لازم نعرف ان الحمل المتكرر بالنسبة للسيدة بيأثر على كل جسمها، سواء منطقة الوجه والجلد او المناطق الثلاثة التانيين اللي بيتضمنوا او بنشتغل عليهم في عملية المامي ميك اوفر، هي منطقة البطن والظهر ومنطقة الثدي ومنطقة الاعضاء الانثوية. بالنسبة لمنطقة البطن والظهر مع الحمل المتكرر بيبدأ يحصل ترهلات في الجلد، ضعف في جدار البطن أو عضلات البطن، كمان تراكم للدهون في الأجزاء العلوية من البطن، تراكم للدهون في الظهر. بنبدأ نتعامل في عملية المامي ميك أوفر في المنطقة دي بإن إحنا بنعمل ريديستريبيوشن أو إعادة توزيع للدهون دي. بنبدأ نشفط الدهون من كل الأماكن اللي فيها تمركز للدهون، وبنعيد حقنها في بعض الأماكن اللي السيدة ممكن تكون فقدت فيها الدهون وأثرت على الكيرفي لوك بتاعها منحنيات جسمها. بنبدأ نعمل عملية شد البطن واللي بتتضمن مع شفط الدهون تقوية للعضلات ونقل للسرة لمكانها الطبيعي والأساسي قبل حدوث الترهل، مع إزالة للجلد المتراكم بأسفل البطن.